مشاهدينا مثل ما وعدناكم انه موسمنا الثاني راح يتخلل عمليات جراحية. ممكن عمليات جراحية كبرى وممكن عمليات جراحية صغرى. اليوم بلشنا ويا اول مشتركة ويانا زينب حسين. تعرفون عندنا زينبات اثنين. بلشنا ويا زينب حسين اللي هي اوفر ويت، دائما هي فوق ال100 ووزنها 126، واللي هي كانت اصعب تحدي بالنسبة للبرنامج. طبعا زينب قسمنا مراحل علاجها الى مراحل مختلفة، وبدأت المشتركة بالرياضة، ومثل ما شفتوا انه هي خلال اول اسبوع رياضة حتى نحسن من لياقتها البدنية، وبعد التشيك اب نزلت وزن، نزلت تقريبا 6 أو 7 كيلوات. اليوم بلشنا باول مرحلة جراحية. طبعا زينب جسمها عدم تناسق عندها كلش كبير، وهي هاي مشكلتها الاساسية كانت. عندها الدهون متراكمة بالذراعين اثنيناتهم، عندها دهون كلش هواية بمنطقة البطن اللي هي أخطر منطقة، عندها دهون بالأرداف، عندها دهون بالظهر. طبعا مستحيل إن نقدر كله نسويه بعملية واحدة، فلهذا احنا جزأنا لها على مراحل. اليوم بدينا وياها أول مرحلة اللي هي أسهل مرحلة تعتبر، وسويناها ضمن عيادة باربي لأن العملية بتخدير موضعي. ومباشرة راح تشوفون بعد ما نكمل زينب العملية راح تقدر تقوم وتطلع لبيتها، وورا 3 أيام تقدر تمارس الرياضة مالتها مع زميلاتها. طبعا التقنية اللي راح نستخدمها زينب اليوم هو السمارت لايبو اللي هو شفط الدهون بالليزر. تقنية حديثة حلوة ما بيها اي سايد افكت، مجرد فتحة صغيرة راح ندخل بروب الليزر يذوب لي الدهون، بعدين السكر يطلع لي الدهون. طبعا احنا راح نقدر نسحب دهون حسب قابلية تحمل جسم زينب. زينب صحتها زينة تمام، ما عندها اي امراض، ما تدخن، ما عندها اي مشاكل، فتكون سهلة للعمليات. اليوم راح نشتغل، راح تشوفون نشتغل على منطقة الارداف الزينب. اكيد عندنا بعد شغل وياها، تابعونا وان شاء الله ما تخافون. الحمد لله على السلامة زينب. الله يسلمك. شلون الوضع؟ لا الحمد لله. طبعا زينب اول مشتركة تخضع لأول عملية، هي تعتبر غير جراحية او جراحية بتخدير موضعي. كلكم متشوقين انه تشوفون زينب بعد العملية. زينب بعد العملية وهي بعدها تسولف وابتسامتها حلوة. شلون الوضع؟ لا الحمد لله كل زين. كل زين؟ كان اكو ألم؟ بسيط. يحتمل يعني؟ اي الحمد لله. اوكي. طبعا وقت العملية زينب كان 30 دقيقة. سحبنا تقريبا، ما اقول ليش قد حخلي لها مفاجأة تشوفها هاي. زين. ما حسيتي بشي؟ لا بالعكس شيء طبيعي. آلام قليلة مو ذاك. آلام قليلة مثل شكات الإبرة، لأنه هو مثل ما قلنا إنه هو تخدير موضعي تخدر المنطقة، فشكات الإبرة فقط. زينب هسه حاليا بعد ما تكمل طبعا تقدر تقوم هسه أول ما نخلص راح تقدر تروح لبيتهم وتمارس حياتها بصورة طبيعية جدا، وتقوم مشي بدون مساعدة أي أحد، وتقدر تسوي أي شيء. وطبعا احنا ملتزمين انه احنا عندنا برنامج لازم نكمله، وعندنا رياضة لازم نكملها. طبعا بعد 3 أيام راح تقدر تسوي رياضة. زينب سوينا لها جزء واحد اليوم، وراح اشوفها شيء حتى يفرحها وينسيها شوية الآلام اليوم والانتظار. هاي نسبة الدهون اللي كانت مبوشتش اللي طلعناها اليوم والرجل. شو تقولين لهاي الدهون؟ باي باي. باي باي. ان شاء الله تقولين لكل الدهون باي باي، وتحصلين على جسم مثالي، والاهم من هذا كله انه تحافظين عليه. لان احنا ما نريد نركز على الجراحات، مثل ما قلنا انه الرياضة هي ثقافة مجتمع، واحنا نريد ندخل الرياضة بكل تفاصيل حياتنا. ان شاء الله تكونوا اليوم استمتعتوا بحلقتنا اليوم واستفاديتوا، لان هواية تجينا اسئلة حول السمارت لايف او الفيزر، شنو تفاصيله، شنو العملية، شنو وضعها، شنو وضع المريض قبل وبعد. مثل ما تشوفون زنوبة ما بيها شيء. لا الحمد لله. ما تحسين بشيء هسه؟ لا نهائيا ماكو دوخة ماكو ألم؟ لا. تقدرين تقومين عادي؟ ان شاء الله. اوكي. حنخلي زينب ترتاح فد ربع ساعة شوية، ووراها تقدر تروح، عندها مشوار بعد شهر كامل تريد تكمله ويانا. اليوم ويانا مشتركتين مثل ما شفتوهم بالبداية. عندنا بتول وعندنا زينب. بتول تعاني من صغر حجم الثدي جدا مو مناسب لجسمها ولعمرها، وكسيدة متزوجة.
فاليوم راح نسوي لها تكبير الثدي. طبعا هم كملوا التحضيرات وفتحوا الفايلات وشفنا كل التحاليل والتشيك اب لهم كله كان ماكو شيء، ما عندهم امراض الحمد لله. طبعا بتول وزينب اثنيناتهم سووا كل التحاليل والتخطيطات كامله الحمد لله، ماكو اي شيء، ماكو اي مرض عندهم. ان شاء الله تكون النتائج حلوه وهو هذا اهم شيء. طبعا اليوم اللي راح نستخدم اللي هي البتول، راح نستخدم لها السيليكون. هواي ناس كل شيء يسألون على عمليات تكبير الصدر. طبعا تكبير الصدر ممكن انه حقن الدهون، ممكن حقن الفيلر، وممكن انه نخليهم السيليكون اللي هو يكون كابسوليتد. حقن الفيلر تقريبا عالميا هو منع لان بدا يسوي امراض سرطانيه وكلش قل استخدامه، للاسف هنا بالعراق يستخدموه قليل. حقن الدهون حسب الحاله، ممكن انه اذا السيده جسمها يتحمل وبيه دهون ممكن نحقن لها دهون، بس مثل ما تشوفون بتول كلش ضعيفه وما عندها اي دهون، فاضطرينا انه نحقن لها السيليكون. طبعا حجم السيليكون لازم يكون مناسب لحجم جسمها، والاخصائي الجراحه اخذ لها قياسات معينه واختار لها قياس معين. النتيجه تقريبا حتكون مثل النتيجه اللي راح تطلع لها بالصوره. مثل ما تشوفون بتول قاعده تتحضر للعمليه وهي كلش مستعده ومتحمسه، وراح نشوفها هسه سوا. مرحبا بتول. شلونك؟ شلون الوضع؟ الحمد لله زين. شو صوتك ناصي؟ والصوت ناصي معناه كلش خايف. شوية تخوفت من العملية، بس من شفت تحضيرات العملية وخطوة بخطوة انتم وياي شجعت اكثر للعملية. اطمئنيت. انتي ما عندك عمليات قبل؟ عندي بس جايبة عمليتين فتح بطن. يعني عمليتين كلش هواية، يعني انتي خاضعة هاي الاجواء نعم. وشايفتها نعم. ومرة بهاي المراحل، فالمرحلة هاي اليوم العملية كلش سهلة. عموما هو عملية تكبير الصدر كلش سهلة، عملية ما تستغرق جزء نص ساعة أو حسب بعد هو الطبيب. حتى آلام ما راح تحسين بها بعدين، وأنا وياش خطوة خطوة ما راح أعوفش أبد. إن شاء الله. أنت بعدش ماكو أي تحضيرات، مجرد خلينا نشك كانيولا والفلويد والتحضيرات البسيطة. بس قولوا لي هسه شعورك أنتي حيل قبل وبعد؟ مشجعة يعني للعملية، يعني لأن راح تحصلين الشيء اللي تريديه. ايه ويعني وبعد العملية حصل يعني شيء اجمل ويعني واكثر انا يعني للمرأة، والشيء اللي انا اريده يعني اللي تحلمين بيه، اللي احلم به. نعم. هذا الشكل اللي تحلمين بيه؟ اي نعم دكتورة. هذا القياس اللي احنا راح نخلي لك اياه اليوم. نعم. اوكي؟ نعم. ان شاء الله ماكو الم. ان شاء الله. وان شاء الله تقومين بالسلامة. ان شاء الله مشاهدينا نشوف بتول بعد العملية، وهم نحكي وياها نشوف ايش حست صار بالعملية، ونشوف الشكل النهائي اللي وصلت له. تابعونا خطوة خطوة ويا بتول. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا بتول. هلا دكتورة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شلونك؟ انا ما راح اقدر ابوسك شوفتين بعيدة عليك ولان اخاف على اي شيء بيك. شلونك؟ الحمد لله. شلون صحتك؟ دكتورة الحمد لله. اكو الم؟ اي اكو الم قليل. قليل؟ اي. الالم اكثر اليوم لو البارحة؟ لا البارحة. البارحة كان اول ما طلع. إيه. عمليتك كانت سهلة؟ عمليتي كانت سهلة. اي؟ بتقولون انت كلش هادئة بعد التخدير فترة الافاقة. نعم. ما حكيتي شيء؟ لا ما حكيت. ما طلعتي اسرار؟ ابد. سولفي لي صار ما صار البارحة؟ كنت متخوفة من العملية، بس من شفت التحضيرات مال العملية وخطوة بخطوة انتم وياي، ومن شفت يعني الجراح فشجعت اكثر. يعني جراح لطيف وحبوب، كان اسلوبه حلو يعني. نعم. ويعني شو اسمه الدكتورة، فيعني اطمئنيت من ناحية الدكتور. ليش وقت تمنيتي؟ من شوفتش الصورة اني مال هاي البنية قلت راح تصيري مثلها مو؟ اي نعم دكتورة. صرتي مثلها؟ وفرحانة هواي فرحانة. اريد تقومين شوي تقعدين؟ اي اقعد. خلي انا اساعدك شوي. صارت ثقيلة بعد انتي، بس هيك اريد تقعدين نفس هاي القعدة، بس ادري اشوف هاي الحجم. ألم؟ اي قليل. ضغط؟ تحسين اكو شيء ضغط؟ اي. طبعا لان فشي جديد. نعم فشي جديد. نعم. بس بصورة عامة كلش حلو، وصحتك حلو، ماكو اي شيء وماكو اي مشاكل. ان شاء الله اليوم هسه
مباشرة نخلص تقدرين تطلعين انت. دكتورة. اوكي؟ اوكي الحمد لله. هسه ترجع ارتاحي شوي. مشاهدينا مثل ما شفتوا بتول كانت تحلم بصدر جديد، لان هي عندها مشاكل بهذا الموضوع، وهذا كان مأثر على نفسيتها، وانه تحس انه هو يقلل من انوثتها. طبعا الحجم اللي خلينا لها اياه تقريبا 300 او 350 مناسب لجسمها، وهي فرحانه كلش كلش بالنتيجه. وردة فعلها كانت كلش 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 مفرحه، بحيث انا فرحت بيها لان هي 7 رغم انه هي عندها سوء تغذيه، رغم انه هي ما تاكل زين، لكن فتره التعافي عندها كلش سريعه، وهذا دليل على انها متحمسه وتريد تغير باسرع وقت ممكن. اليوم تقدر تطلع بتول. شفتوا تفاصيل عمليتها تقريبا عمليه سهله، نتائجها حلوه وبنفس الوقت بينت. تابعوا بتول لان بتول عندها بعد شغلات حلوه لحد ما نوصلها للطله الاخيره اللي هي ببالها واللي هي ببالنا واللي راح اكيد راح تعجبكم. شفنا المشتركه الاولى بتول، اليوم عندنا المشتركه الثانيه زينب. شلون زينب؟ زين الحمد لله. الحمد لله. طبعا زينب مشكلتها مختلفه تماما عن مشكله بتول، وتقريبا تعتبر اصعب من مشكله بتول. مثل ما قلنا بالانترفيو، زينب وزنها 126، تحتاج اكثر من عمليه جراحيه، تحتاج ريشيبنج كامل للبودي مالتها. سوينا احنا اللايبوسكشن للافخاذ. اليوم عندنا المرحله الجراحيه اللي راح نسوي لها اللي هي الابدومينوبلاستي، اللي هي تجميل بطن كامل. بطن زينب كبيره راح نشوفها، وبنفس الوقت مترهله. طبعا كثير من السيدات يعانون من هاي المشاكل، وهواي تجينا هيك حالات. للاسف اكو اعلانات تجاريه هوايه عن ابر تنحيف او عن اجهزه ليزر او تجميد او حراره، ممكن انه تفيد حالات معينه وتعطي نتائج كلش حلوه ومبهره، بس بحاله مثل حاله زينب، بحاله وزن انه 126 وسيده عندها ولادتين قيصريه، وطبعا بطنها كلش مترهله، بهيج حاله ما راح تفيدنا هاي الاجراءات البسيطه ولا حتى الشفط تحت التخدير الموضعي. بحاله زينب لازم يكون تجميل كامل للبطن، ولازم يكون الجراح اللي يشتغل الحاله هاي يكون عنده ذوق وفن، لان احنا نريد نجمل البطن، فلازم يكون الجرح بطريقه لطيفه ومبين. لان هي كان اكثر السيدات ومن ضمنهم زينب اول سؤالها انه جرح العمليه شلون راح يكون، احنا ما نريد نجمل شيء ونشوه شيء. اليوم زينب راح نشتغل لها تجميل بطن كامل، اللي هي طبعا اخر دراسات تقول انه اخطر الدهون هي على صحه الانسان هي الدهون اللي تتكون تحت على محيط الخصر يعني، وهي للاسف كل الدهون المتكونه عندها حول محيط الخصر. طبعا الهيستوري مالتها انه هي ما عندها امراض، ما عندها اي مشاكل. الاطباء سووا لها كل التشيك اب كامل وماكو اي مشكله الحمد لله لحد الان. حضروها تحضيرات اوليه، بعد نشوف هي تحضيراتها النفسيه شلونها. شلون زينب؟ زين. شو وجهك اصفر اليوم؟ شوية متخوفة، ماكو انسان. خليش ميك اب مثل ما اريد؟ لا ما يحتاج. اوكي. شنو شعور زينب؟ بالعكس انا كلش فرحانة لأن راح اخذ هاي التجربة، راح تخلصنا من هواي امور، يعني اقوم البس، اقوم هاي اتحرك، لان انا هواي امور مرات من اشتغل شيء او اريد انظف، تعرفون يعني بالبيت احنا نكنس بدينا مرات اطفال صح، او ادنق وهاي اختنق، يعني احس شيء اكون ضايقني. انت عمرك 30 سنة يعني، ووزن 126 كيلوغرام كلش هوايه بالنسبه لشابه عمرها 30 سنه، منطيها اكبر من عمرها، مأثر على حياتها الزوجيه، مأثر على حياتها الصحيه، مأثر على ممارساتها ونشاطها حتى بالبيت. طبعا هي هاي اهم مرحله بتغيير حياتك انا اعتبرها. كل الشغلات البقيه راح تكون سهله، من تنشال البطن هاي والجلد والزايد والدهون، تقدرين تلبسين براحتك، تقدرين كل شيء تسوين براحتك. يعني تسوى التعب وتسوى التحمل. ما خايفه؟ شويه يعني ايش قد؟ يعني ممكن انه نعوف العمليه ونطلع هسه؟ لا مو لهالدرجه. لا مو لهالدرجه. ما خايفه؟ ما انا سمعت بشيتي لان على بنتي، ذكرت بنتي وهاي هيك. لا ان شاء الله احنا وياك خطوه ان شاء الله. وانت بايادي كلش امينه. لا طبعا اختارنا لك احسن كوادر واحسن جراحين،
ان شاء الله تطلع نتيجة حلوة. وبالنهاية بنتك هم راح تكون فرحانة بالنتيجة اللي راح تشوفيها. اوكي. اهم شيء تكوني مستعدة نفسيا حتى الخوف يقل. ان شاء الله. لا احسن، انا احسن من اول بداية. احسن من اول بداية؟ إيه ان شاء الله. وانا وياك خطوة بخطوة وما راح اوقفش ولا لحظة، بس بلحظات العملية من الدخلين ان شاء الله. اوكي. زنوبة راح نتركش هسه عن الدخول للعملية، وراح نشوفك اكيد بعد العملية ان شاء الله. وان شاء الله تقومين بالسلامة، والحمد لله على السلامة مقدما. تسلمي دكتورة، اشكرك. مشاهدينا تابعونا ويا زينب. بعد العملية راح نشوفها، وراح نشوف ايش راح يصير وياها داخل غرفة العمليات، وش راح تتذكر وش راح تحكي لنا. تابعونا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة زنوبة. الله يسلمك دكتور. شلونك؟ الحمد لله. هي مبدئيا معنوياتك قوية. لا الحمد لله. يعني أنا البارحة ما نايمة وياك. اي لا صحيح. كل ما يدق التليفون أقول زينب. لا حبيبي تسلمي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شلونك؟ عمرين. شلون الوضع؟ الحمد لله. طبعا هي هدية بسيطة، بس أنا فرحتي أكبر من شفت بطنك بالصورة. تسلمي لي. اوكي. طبعا عمليتك مو سهلة، هي عملية صعبة صحيح. من العمليات الكبرى، والسبب انه انت بطنك كلش كبيرة ومترهلة هواية. تخدير عام. ايش قد طولتي؟ ما عرفتي الوقت ايش قد؟ ساعتين. ساعتين. ايش حكيتي والله ما سجلوا لك ورا التخدير؟ يمكن الولد سجلوا لي. اي هذا اهم شيء هذا طبعا. زين. بس عموما انت 7 صح شوية وقت التعافي مالتك بطيء، وهذا لان انت ما قاعد تاكلين قبلها ايام، ما اعرف اعتزلتي الاكل كلش. فلازم شويه ترجعين تقوين نفسك بالاكل ان شاء الله. احكي لي على الالم شلون؟ هو الم يعني كانما يعني ولاده. بالضبط. طبعا الالم يعني نقدر نتحمله، ومسكنات تقدر تاخذ عادي. زين. بالحركه بالهاي شلون الوضع؟ لا مشيت يعني يوم تحركت. هو يعني شلون كانما كنت حامل ونزح هذا الحمل. توم. 3 مو توم. فتمشيت يعني بالغرفة واي زينة الحمد لله. الحمد لله. فتى وانت الجراح اذا شافك اليوم الصبح؟ اي شافني. وشاف العملية؟ شاف الجرح؟ وقال لك الامور تمام؟ اي قال لي ممتاز. الحمد لله والشكر. الحمد لله على سلامتك. هو هذا اهم شيء. احنا اهم مرحلة بمراحل الشغل ويا زينب كملناها، لان مثل ما شفتوا راح تشوفون انه بطنها هي اكبر مشكلة كانت عندي. أنا حاليا بغرفة العمليات ومتحمسة كلش للعملية، بس بنفس الوقت كلش خايفة لأنه أول مرة بحياتي أسوي عملية شفط دهون، اللي أنا يعني طالما أنه حلمت أنه أسويها. يعني أنا أعاني من مشكلتين اللي هي الأرداف والفخذ، والحمد لله اليوم الله كتب لي إياها وحسويها. مشاهدينا اليوم مثل ما تشوفوني انا المشتركة زينب جبار. طبعا بعد ما كملنا مرحلة زينب حسين العملية الجراحية بالمستشفى، بعد الفحص والمعاينة الطبيب الاخصائي قرر انه زينب جبار ما تحتاج الى عملية جراحية بتخدير عام بالنسبة لمنطقة الافخاذ والارداف، فقررنا انه نسوي لها بعيادة باربي نفسها تخدير موضعي، نسوي لها شفط للدهون. طبعا عملية شفط الدهون هواية يسألون عليها. العملية سهلة بس يراد لها تكنيك ويراد لها طبيب متمرس ويكون مكان معقم، وطبيب يكون له خبرة ويختار المريض الصحيح. طبعا اليوم بدينا بأول خطوة. أول خطوة كانت إنه زينب المفروض تسوي تحاليل كاملة فول انفستيجيشن، وطلعت تحاليلها كل شيء ما بيها الحمد لله، وهي أصلا شابة وما عندها أي مشاكل وما عندها حساسية من أي شيء الحمد لله. الخطوة الثانية إنه هيئنا زينب نفسيا، والتهيئ النفسي هو كلش مهم قبل أي شيء. أكثر السيدات وحتى الرجال أول شيء يسووه بحياتهم دائما يكون متخوفين قبل لا يخوضوا، خصوصا إنه يعرف غرفة عمليات وأكو فد تخدير أكو شيء أكو تخوف بالموضوع. زينب كان عندها هذا التخوف في البداية، بس بالنهاية مثل ما تشوفوها هسه بعدها هي هاي اللي أريدها أنا، هاي الابتسامة، إنه خلصت عمليتها بس هي مبتسمة، ماكو ألم ماكو أي شيء. التقنية اللي استخدمناها زينب اليوم
هو طبعا تقنية حديثة، يمكن تعتبر هي بالوطن العربي حديثة، بس هي بأوروبا والدول الأجنبية الغربية يستخدموها من زمان. طبعا بعيادتنا تقنيات متعددة لشفط الدهون حسب المريض وحسب كمية الدهون اللي عنده وحسب عمره. التقنية اللي استخدمناها الزنوبة اليوم هو السمارت لايبو. السمارت لايبو يعتمد على الليزر. دائما الناس خصوصا السيدات يخافون من انه تتشوه بطنهم بسبب الفتحات او الثقوب، او ممكن يكون الثقب كلش كبير. بالضبط هذا البروب اللي هو هاي الفتحة، يعني قطر الفتحة اللي راح تصير تقريبا هالشي. راح يدخل بروب الليزر يذوب لي الدهون، لان الدهون اللي متكومة بهاي المكانات بتكون على دهون قوية، يعني مثل الشحوم اللي احنا نشوفها، الشحم اللي هذا. الليزر راح يذوب لي اياها ويسوي لي اياها على شكل اويل، تكون زيت سائلة. بعدين راح ندخل سكر، والسكر يكون فتحته بنفس القطر تقريبا، يسحب لي الدهون للخارج مثل ما سحبنا الدهون اليوم الزنوبة. اليوم طبعا اكو كمية معينة. زينب شفتي الدهون مالتك؟ نعم. شو تقولي لها هاي الدهون؟ بعد ما اريد اشوفها. ان شاء الله ما تشوفيها بعد. اوكي. طبعا اليوم سحبنا لها 1000 بس، مخبوط شوي ببلاد هو. زينب ما عندها هواية دهون، واحنا ما نريد نسحب كلش هواية عم الليزر عندها ترهل، لان زنوبة شاطرة وملتزمة بالرياضة، وخلال اسبوع هي نزلت 4 كيلوات، وممكن انه هي تنزل اكثر. واحنا دائما نشجع على الطرق الصحية اكثر ما الطرق الجراحية. اضطرينا نسحب لها هاي الدهون من منطقة الارداف لان وقتنا قصير، بس هي ورا هاي السحبة انه احنا ورانا رياضة. ان شاء الله. اوكي ان شاء الله. اليوم زنوبة سوينا لها اول مرحلة، طبعا تحتاج هي 3 مراحل. سوينا لها اول مرحلة وهي شفط الارداف والافخاذ بالليزر، وبعد عندها هي مرحلة ثانية لان عندها بطنها هي، واكيد راح تكمل زينب مشوارها بنواعم لان عندها اكثر من شغلة، وهي اكيد متحمسة للتغيير. زينب هسه بس اريد منك شوية مقتطفات تحكي لي، يعني شنو شعورك كان اليوم؟ هو قبل ما افوت للعملية صح كان اكو خوف، وجيت متصورة انه الالم فشي كلش طبيعي يعني اي اكيد خفت، بس الالم كان بس مجرد انه الابر التخدير. ابر التخدير صح. اي وراها لا الحمد لله يعني ماكو شيء، اي لانه مخدر المنطقة فماكو اي الم. لا. تقدرين تروحين تركضين تسوين رياضة اليوم؟ هي مو ركض بس يعني اقدر امشي عادي. طبعا اكيد هي ما يصير تلعب رياضة اليوم، هي مجرد اليوم راح تلبس كورسيه ضيق كلش. تاخذين استراحة كم يوم وبعدها نبلش بالرياضة لان احنا نريد نشد الجسم. اوكي. بعدين بالنهاية الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ان شاء الله يا رب نشوفك على الحلقة الجاية اضعف بس بالرياضة ان شاء الله. اوكي. مشاهدينا تابعونا ويا زينب خطوة خطوة، وعندها خطوات هواية هي حتى تشوفوها بأحلى طلة بالنهاية. You are so beautiful. مشاهدينا هسه احنا اليوم بصالة العمليات الصغرى، لان تعتبر هي عملية صغيرة سويناها الرندا اليوم. طبعا الحمد لله على السلامة رندا. الله يسلمك دكتورة. شلون الوضع؟ الحمد لله شلون كل شيء اوكي. اكو ألم؟ لا ماكو، بدا احس شيء. طبعا مثل ما شفنا رندا ما كانت تحتاج انه تفقد وزن كلش هواية، لان هي طويلة، عندها مناطق متكدسة بها الدهون اللي هي بمنطقة البطن ومنطقة الارداف. اليوم رندا سوت منطقة البطن. حسيتي بألم؟ لا ما حسيت. طبعا العملية اللي سويناها هي اليوم بالتخدير الموضعي، وتقريبا خلال نص ساعة كملت عمليتها. قد ملفات. ما طلعت دهون هواية من عندها، لأن مثل ما قلنا إنه هي ما عندها دهون هواية، تقريبا 500 مول طلع من عندها. شفتيهم لو لا؟ اي شفتهم. حبيتيهم؟ دول كانوا مضوجين؟ اكيد اللي حاب مش من الملابس؟ اكيد طبعا. اوكي. طبعا هاي الكمية اللي هي ممكن انه تطلع من بطنها، لان مثل ما قلنا بطنها مو كلش كبيرة. بعد عندنا منطقة الافخاذ، وهي تعبانة على جسمها كلش خلال يعني من بدأ البرنامج لليوم تمارس الرياضة بشكل ملتزم جدا، وهذا فشي حلو بحيث راح تحصل على بطن مشدودة كلش. استخدمنا لها اليوم تقنية الليزر اللي هي ذوبت لي فتحة صغيرة. شفتي فتحة لو لا؟ اي كل شيء صغيرة. الفتحة تقريبا 1 سنتيم او اقل. يدخل بروب الليزر راح يذوب لي الدهون، وبعدين نسكرها ونسحب الدهون
مثل ما شفت الدهون اللي طلعت. بالنسبة لحالة رندا قلنا هاي جلسة واحدة وكافي، احتمال نحتاج للأرداف فيما لو بالنهاية شفنا انه الرياضة والدايت مفادة. أهم شيء رندا قولي لي شنو شعورك؟ والله بصراحة كلش مرتاحة هسه، لأن دا أحس بطني كلش مسطحة صارت، يعني هاي فد شيء كلش يفرح يعني. زين. طبعا انت شفتي كلش خايفة ومخوفيش لأن قبل زينب يعني شفت بس النتيجة لا، يعني حتى لو خايفة النتيجة هسه تخليني المفروض أفرح أكثر يعني. هسه فرحانة؟ طبعا أكيد. طبعا بالمناسبة هي التمت عليها أكثر من شغلة لأن هي باردة أسنانها فما تقدر تاكل، ما تقدر تحكي، تعبانة شوية. بس إن شاء الله اليوم تقدرين تمشين، تقدرين تشربين سوائل، تاكلين، تمارسين حياتك بصورة طبيعية تماما. ونبقى احنا على جدولنا وعلى برنامجنا وعلى نظامنا مستمرين به. ان شاء الله. ان شاء الله. مرة أخيرة الحمد لله على السلامة، ان شاء الله نشوفك بالخطوة الثانية. اشكرك تسلمي. تابعونا مشاهدينا لأن رندا بعد عندها خطوات هواية لحد ما توصل للطلة الأخيرة. مشاهدينا بعدنا مستمرين وياكم مشتركاتنا الأربعة. طبعا وصلنا مرحلة العناية بالبشرة، مثل ما تعرفون هي أهم مرحلة لأن تحتاج إلى وقت أطول، فبلشنا بيها من وقت. شفنا بتول وشفنا رندا، بقت عندنا زنوبة وزنوبة الثانية. اليوم مثل ما تشوفون زينب بدنا نسحب لها الدم، راح نستخدم لها اليوم تقنية الPRP حتى تعطينا نضارة لبشرتها. طبعا زينب كلش تفيدها هاي التقنية لأن هي ما تدخن، ما عندها أمراض دم، ما عندها مشاكل، فراح تحصل نتائج حلوة من عندها. مثل ما شفتوا إنه نبين سحبة الدم هسه. إيش راح تسوي لها؟ هسه أخذنا الدم راح نطلع على مود نحصل البلازما. مثل ما تعرفين البلازما راح يكون بها عامل الجروث فاكتور، ونضيف لها بعد مادة عمود تعزز لي هو اللي عامل النمو، على مود يساعدني على تجديد الخلايا وتحفيز الكولاجين. لأن تشوفين انت بشرتها، هي بشرتها تعبانة جدا. طبعا احنا اختارنا اليوم زينب الPRP لان هي عندها دم هواية، يعني بتول البارحة مثل ما شفنا سوينا لها الميزو اكثر لان كان شوية صعب نحصل دم، بس زينب ما شاء الله دمها حلو هواية وراح نقدر بعد نسحب كمية اكبر. الدم اللي سحبتها نبيل راح تطلع لي من عنده بس الPRP اللي راح تستخلصها من البلازما، طبعا اللي هي تحتوي على الجروث فاكتور اللي راح تجدد لي الخلايا وتعطيني فد منظر شبابي اكثر، تجدد الخلايا الاقوى. يعني احنا شويه نبحث بشره زينب نلقى عندها ديد سيلز هوايه، تعبانه، هي كلش هامله بشرتها لفترات طويله، فتحتاج هاي الجلسات. طبعا مو من مره واحده، هواي ناس تخيلون انه من مره واحده يحصلون على الشكل اللي يريدوه. طبعا هي تقنية كلش اشتهرت وخصوصا بأوروبا، والمشاهير كلش قاموا يستخدموها حتى يحافظون على بشرتهم. زينب هنا ما راح تحتاج جلسة واحدة، أكيد راح تحتاج أكثر من مرة، ممكن كل أسبوعين راح نسوي لها إياه، وراح نستخدم لها بعد تقنيات هواية. مثل ما قلنا زينب بشرتها تعبانة جدا، أريد شوية إنه نحصل على تفتيح لأن هم عندها شوية استمرار بمناطق معينة. فبعد الPRP اللي راح تشتغل لي اليوم نبيل راح تسوي لها الميزوثيرابي. طبعا تقنية مو مؤلمة أبد، سحب الدم حالة حال أي سحب عادي، بس مجرد إنه وخزات الحقن تكون شوية مؤلمة وممكن إنه تتخدر قبل الحقن نص ساعة، بس هي طبعا زينب يعني 7 يعني المفروض نبيل حد تستخدمي لها هسه الPRP حتركزين على المكانات اللي هي بيها مساماتها مفتوحة أكثر. مشاهدينا بعد ما شفنا اليوم تقنية الPRP واللي استخدمناها لزينب حتى نحصل لها على نظارة حلوة. طبعا هي 7 كلش وما خايفة أبد، بس شوية عرقانة طبعا من الخوف يمكن أو من الألم. إن شاء الله ماكو شيء، فهي صبورة وتتحمل وما طول عندها إرادة للتغيير، لازم تتحمل كل شيء حتى تحصل على طلة حلوة. تابعونا لأن زينب بعد عندها خطوات هواية ومراحل هواية. حاليا قسم العناية بالبشرة مركز باربي، وأتمنى يعني هم هسه يسوون لي تقنية جديدة. بشرتي عن كلش
تعبانة وباهتة، وأتمنى من يعني الكادر مال الأطباء والدكتورة أن نتغير من بشرتي وشكلي من حال إلى حال. أتمنى هذا الشيء. You are so beautiful. مشاهدينا مستمرين وياكم مشتركاتنا الأربعة. أكيد كلكم تتذكرون زنوبة صاحبة أجمل ابتسامة. رغم كل شيء هي مبتسمة، طبعا حتى هي بالعملية ومخلصة عملية وهي مبتسمة. زنوبة بشرتها صافية حلوة، بس المشكلة انه هي بشرتها دهنية جدا. نشوف هسه احنا بشرتها تلمع كلها دهون، على مود هيش طالعت لها حبوب، وبين فترة وفترة تطلع لها حبوب تترك لها آثار. فاليوم راح نبدي وياها في المرحلة، طبعا العلاج مالتها يرى لها جلسات، بس اليوم راح نبدي وياها أول مرحلة راح نسوي لها تقشير خاص، اليلو بيل اللي هو خاص بالحبوب اللي تطلع لي، تكون حبوب صغيرة يعني مو حب الشباب الحب الكبير، لأن هي تجاوزت هاي المرحلة. طبعا راح نستخدم لك اياها مرتين، جلستين تكون كافية ليش؟ لأن انت ما عندك آثار كلش قوية ولا حبوب قوية. بعد ما راح ننظف البشرة، نخلصها من الدهون المتراكمة هاي، راح نخلي لها المادة، راح شوية تحسين بحرقة كلش بسيطة. طبعا اليلو بيل نقدر نسوي بالشهر مرة. اوكي هسه راح تبلش لك بالتنظيف. طبعا هو قلنا مو مؤلم، ماكو حقن، بعد شويه في الاسبوع الاخر نبدي بمرحله الحقن. ما تخافي من العبر انت؟ لا عادي تعود. هاي الحبايات كل شويه تطلع لك؟ يعني كل فتره، يعني فد شهرين ثلاثه تطلع. اي شنو السبب؟ ما تعرفين شنو السبب تطلع لك؟ من صار عندك فد شيء حاله نفسيه؟ لا قبل الدوره الشهريه او في شيء تطلع لك؟ لا هي تطلع من وحدها وتظل تضوجني. تاكلين حلويات هوايه؟ اي كنت كوما شنتي ايه الحمد لله قالت شنت يعني. هسه هوايه اكل يعني هوايه. لا طبعا هم مشتركاتنا الأربعة كلهم ملتزمات، واحنا مسوين جروب بيناتنا الحمد لله. زين، وهم مسوين جروب سري يعني بدون ما انا اعرف بيهم، دا يتواصلون بي. بس هم ما دا يزاغون ابد، ملتزمين بكل التعليمات وبالنظام، والحمد لله دا يشوفون فرق. اي هواي فرق. يعني اليوم اي حتى بحالتنا النفسية، يعني حتى يعني عملياتنا، رياضتنا، رجيمنا، كلش هواية يعني صار حافز عندنا شوي. خوفتوا رندا اليوم؟ يعني خوفناها مو خوفناها، بس يعني هي يعني أول شيء كانت مريضة في العنزة اليوم بيها، فمن شافتني من طلعت من العملية بالعكس هي تفاجأت من انه انا صاعدة درج. يعني هي تفاجأت انه شلون تقدرين؟ قلت لها لا هو مو لهالدرجة الألم، يعني اوكي هو يحتمل. اي يحتمل، يعني مو لهالدرجة التي لا يطاق بها، بس هي كانت خايفة يعني. هي خايفة. اول مرة تسوي عملية. صحيح خايفة. اي فما كانت تسوي عمليات فخايفة كانت. اي طبعا الحلو بيهم انهم تكونت بيناتهم علاقة كلش حلوة وصاروا صديقات مقربات كلش. وحدة تشجع الأخ، من وحدة تخاف من فشي، الثانية تكون كل سبورتيف لها وتساعدها. وانا كلش حبيت هاي الروح اللي عندهم، لان هاي راح توصلنا لنتيجة حلوة. سجا وين وصلتي هسه؟ خليتي لها المادة؟ اوكي هسه راح نترك المادة على وجهك. بديتي تحسين بحرقة شوية لو لا؟ نعم. اوكي راح نتركها في 3 دقائق وبعدين نرجع نخلي فد كبر ثاني. راح وراها يجوز احتمال تحسين بالحرقة. طبعا اليوم راح نشوف رندا اليوم موعد عمليتها. قبل العملية شوية كانت هي متخوفة كلش من ورا زينب طبعا. لا مو وراي. لأن زينب خوفتها. زينب كانت أول وحدة تسوي هي شفط الدهون، فكانت طالعة من العملية هسه واكو شوية ألم بسيط، وكانت مشيتها يعني غريبة. فرندا شافتها فخافت. فهسه راح ننزل احنا سوية حتى نشوف رندا ونشوف شنو معنوياتها وشنو وضعها اصلا كله. اهلا، انا اخصائية التغذية مارينا وياكم اليوم. احنا بالاسبوع الثاني راح نشوف النتائج ويا زينب. شلونك؟ الحمد لله. شلون يمشي وياك النظام الغذائي؟ لا كل زين. كل زين؟ نفس التزمه بنفس الوجبات الثلاثة؟ كلش اوكي. هسه احنا راح نشوف وزنك وباقي القياسات بعدين ناخذها همين ان شاء الله. شوف يعني نازله 5 كيلوات انت خلال هذا الاسبوع. ما شاء الله. كلش اوكي.
يعني هذا صحيا يعني هذا بالضبط صحيا كلش اوكي. ويا الوجبات اللي دا تاكليها انت اللي ملتزمه بيها تكفيك طاقتك يوميا، تكفيك وتنزل اللي احنا نريده ينزل. اوكي بس بقت وجباتك الثلاثه هذا الاسبوع الثاني فلازم نغير، لانه على هذا السعرات الحراريه اللي نعطيك اياها يوميا راح يثبت وزنك. فاني ما اريد اقلل الاكل عليك، ما اريد يكون شيء مو صحي. نزيد الرياضه بس. اوكي باتفاق ويا المدربه مالتنا راح نخلي الرياضه تزيد. اوكي نص ساعه مو اكثر. اي مفيده لك نفسيا وراح احسن ما يقلل الاكل عليك وشيء مو صحي. حتى عزمت يعني هواي فرق، هواي فرق. يعني اول شيء اكل هسه من قمت اقلل بالاكل تدريجيا حتى يعني بالليل انام مرتاحه نفسيتي. من قمت العب رياضه اول بدايه لا كنت خايفه ومتوتره ويعني جايه على اصابع ما يقولون. اقول انسحب لا ما انسحب هيجي. بعدين لا شفت المدربات قاموا يشجعوني وياهم لا الحمد لله هسه احس بفرق هواي كلش اوكي. هذا بس الاسبوع الجاي راح النتائج. حتى الامعاء ما تحسها خفيفه، نومتي قعدتي مرتاحه كلش اوكي. ما تحسين بجوع كلش؟ لا نهائيا، لان بدنا نعوض احنا بالفواكه بالخضروات هذه شويه تساعدنا على الشبع. مثل ما انت تفضلتي وقلتي يعني اكلوا كثروا بهذه الامور تفيدكم اكثر من البروتينات واللحوم والشغلات. ونفسيتك شلونها؟ لا هواي الحمد لله هواي فرق. مرتاحه؟ هواي كلش اوكي. هذا اسبوع بس، بعد الاسبوع الثاني نتائج احلى ونفسيتك تكون مرتاحه اكثر ان شاء الله. هسه بوقت بس ناخذ قياسات جسمك الباقيه ان شاء الله، خليها بعدين. اوكي انا جدا فخوره بيك. متشكره جدا تسلمي. ويانا المشتركة الثانية زينب جبار. راح نشوف وزنك مر اسبوع هسه. لازم نشوف نتائج. وصرفي لي اكل شلون وياك؟ تحسين بالجوع يا وجبه؟ يعني انا دا امشي على حسب الجدول اللي انطينا اياه وهو تلقائيا قوت يعني تعودتي عليه. تعودت اسبوع كافي انه تتعودين عليه. يا وجبه تحسين انه انت هوايه جوعانه؟ العشاء ناويين وقت لحد. ايه شلونها نفسيتك؟ الحمد لله. الاكل تحسين محرومه من الاكل؟ لا ماكو شيء احساس؟ لا ماكو. تعودتي؟ اوكي. اللي راح نسويه هسه ناخذ وزنك نغير النظام الغذائي، يعني مر اسبوع علينا. اوكي يعني اكيد نازل وزنك ولازم يكون نازل. حسب النزول مالتك احنا نحاول نغير نوع الاكل والكميه. ما احب اغيرها تبقى نفسها، بس بالمقابل اذا تبقى الكميه نفسها الرياضه تزيد. اوكي شيء صحي. يعني ما يريد ينزل يقل عدد الاكل، السعرات الحراريه مو صحي. اوكي فنشوف وزنك. وزنك 88 نازل 6 كيلوات. صدق؟ اي 6 كيلوات. كان 94. اي خلال اسبوع كلش اوكي. رياضتك كلش مضبوطه. اي والله احنا كلش تعبنا يعني. اي انا اللي توقعته انه 4 كيلوات على النظام الغذائي. فالرياضه مسويه كلش شغل حلو كلش. صرفي لي الرياضه شلون؟ يعني احنا واجهنا صعوبه كلش بالرياضه. يعني حتى فكرت انسحب بس الحمد لله والشكر يعني ما انسحبت. يعني الحمد لله. شفت يعني مداومه وشفت انه هو تحفيز ويعني واحده تشجع الاخ. احنا لنا 4. هذا شيء حلو كان يعني كلش حلو. نشتغل. اي كلش حلو شغلكم كلش حلو. اكو اصرار ونتائج كلش حلوه تنزلون عليها. هذا معناته انه انت ملتزمه بالاكل كلش مبين ملتزمه. اللي راح نسويه واعيد لك اياه انه الرياضه راح نزيدها. اوكي يعني ما اريد يصير عدد الساعات اللي تاخذيها باليوم قليله. ما اريد يصير تعب عندك. اوكي نمشي على شيء صحي ان شاء الله. فالبقعه القياسات الباقيه ناخذها نقارنها وان شاء الله نتائج حلوه ان شاء الله. ويانا المشتركة الثالثة رندا شلونك؟ الحمد لله دكتورة. صرفي لي.
هو ملتزمة بالنظام أكيد؟ ملتزمة بالنظام، بس الرياضة تركتها شوية لأنه تعبت هاي الفترة. أنت صار عندك فترة مريضة كنتي وأسناني هم شوية توجعني، فتركت هاي تقريبا 3 أيام أو 4. بس قبلها لا التزمت يعني تقريبا ساعة أو ساعة ونص بس مشي أو ركض حتى أقدر أنزل وزن. كلش أوكي. الوجبات شلونش ملتزمة بيها؟ أكيد طبعا. تريقين؟ هو نفس الريوق اللي احنا اتفقنا عليه. بس اتاخر بالغداء حتى يعني الغي العشاء يعني. كلش اوكي. بس احنا مثل ما قلت لك 3 وجبات باليوم لازم. ما نريد يصير خلل عندك. هو تعودنا انه التفاح نخليه بالاخير يعني. بالضبط. بس لانه اسناني بردتها فما دا اقدر يعني. صحيح. اي صح. بس التوست والشوربه باقي عليهم. كلش اوكي. تحسين تعبانه او شيء لو اوكي؟ هو هالايام شويه يعني دا احس بتعب يعني. تعب. بس قبلها لا كنت كلش اوكي. كلش اوكي. تصيرين احسن انت شويه صحتك اكيد تعبانه ان شاء الله الايام وكل شيء يرجع اوكي. الرياضه راح ترجعين تلتزمين بيها يعني ما راح نشوف نزول قوي بدونها. اوكي. هسه احنا راح ناخذ وزنك نشوف خلال هذا الاسبوع ايش قد نزلتي. وراها راح يصير تغيير بالنظام بالنوعيات والكميات اذا بقيتي ما ملتزمه بالرياضه على مرضك. اوكي. بس اني اتمنى انه تصيرين احسن والاكل يبقى مثل ما هو، غير النوعيات نغيرها والرياضه نزيدها. اوكي. نسويها الصبح ونسويها بالليل الرياضه. اوكي. هسه نشوف وزنك. كلش اوكي. كان وزنك 78 وهسه وزنك 73. كلش اوكي. 5 كيلوات حلو مثل ما احنا مقررين. كان المفروض يكون 6 بس الفترة اللي مريتي بيها صح ما بس الزيادة اللي عندك بالوزن انت نوع الرياضة اللي شفتها المدربات كانت تمارسيها تزيد وزن العضلات فالزيادة اللي يصير عندك فهذه وزن عضلات مو حلو. لأنه حتى أنا لاحظت الأفخاذ قوية. لاحظتي أنت؟ هو أنا أصلا يعني عندي عضل من زمان. أي حلو صايرة أقوى. كلش حلو. أنا أحب الرياضة اللي تبني عضلات تفيدك طول العمر يعني تخلي ما تترهلين بسهولة. زين والوزن يعني هو أنا يعني الوزن إنه شوية قلب على أكثر. أي هو ده العضلات هم. أي أكيد بس كلش حلو 5 كيلوات كلش هواية. أوكي. بالنسبة اللي سويناه الأكل كلش أوكي يعني شيء مثل ما خططنا. تبقى باقي القياسات ناخذها إن شاء الله نشوف كل عضلة وكل مكان ايش قد نازل عليه حتى نشوف العضلات وزنها. اوكي. شلونك انت هسه؟ تكملين ان شاء الله. اوكي لازم اكمل. ويا الوزن شلونك؟ كلش فرحانة ان شاء الله اقدر. كلش حلو. انا هم جدا فرحانة. كلش حلو يعني هذا التعب مالتك. ان شاء الله. ان شاء الله. ويانا المشتركة الرابعة بتول. شلونك بتول؟ هلا دكتورة شلونك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. سولفي لي على الاكل مالتك شلون تاكلين؟ مر اسبوع كامل. قمت اكل يعني هواية. قمت اكل 3 وجبات. 3 وجبات. اي نعم دكتورة. تغير اكلي وانا هواية فرحانة لان شفت هواية تغيرات بوجهي وبجسمي. انا دا الاحظ التغيرات. اي وهواية. كلش حلو. هسه نشوف الوزن نشوف ايش قد زايده خلال هذا الاسبوع. اوكي. يلا. زايده 3 كيلوات. اي زايده الحمد لله 3 كيلوات. لحد هنا وكافي. هسه جسمك كلش حلو كلش صحي ضمن المعدل الصحي والطبيعي كشكل حلو وكوزن صحي. اوكي. كلش اوكي. هسه زين دكتورة ابقى على انتظام جدول الغذائي مالتي يعني على اكلي الصبح يعني مثل يعني مثل 3 وجبات يعني يبقى على هذا لازم تبقين شيء صحي. هذا مثل ما قلت لك الصبح تاكلين بيض تاكلين هذا البينات بتر. اي نعم. تاكلينه اي دا اكله يعني طيب وجبات كلش طيب. اي نعم. هو كلش طيب وصحي ويفيدك. اي وفي فيتامينات يمكن بيئة. وانت يعني ويا الحبوب حسيتي نفسك اهدى؟ اي طبعا هواية اهدى. اي انت عندك يعني حتى نفسيتي
تغيرت يعني هواية. صح، كان انت عندك انزايتي متوترة هواية. اي هواية. هاي الحبوب تفيدك. حتى كنت ما اكل يعني هاملة الاكل، يعني ما مسويت له جدول والله هسه لا هواية تغيرت يعني كلش اكل. ان شاء الله هسه نشوف الاسبوع الجاي ان شاء الله كل واحد كلش كافي بعد ان شاء الله او نتوقف. ان شاء الله راح نسوي نظام غذائي طبيعي. اشوفك انه الاكل الوجبه 3 وجبات تاخذين باليوم اللي تحافظين بها على وزنك. ان شاء الله ماكو مشكله انه تزيدين او شويه تنقصين، لا بس احافظ ما على تنقصين وزني هوايه وتزيدين هوايه. احافظ على وزني ان شاء الله. كلش حلو ان شاء الله دكتوره. So beautiful.